السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهارده هتكلم معاكم عن تمهيدي ماجستير بايوفيزيكس في علوم القاهرة. مبدئيا ايه هو تمهيدي الماجستير؟ تمهيدي الماجستير هي سنة دراسية عادية جدا لازم تاخدها عشان بعد كده تعرف تسجل ماجستير في التخصص اللي انت عايزه. طيب هي السنة الدراسية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ترم اول بتدرس فيه 4 مواد وترم تاني بتدرس فيه 4 مواد. يعني هي سنة دراسية ومش سنة دراسية كاملة. يعني انت لو في سنة دراسية عادية تلاقي نفسك بتدرس 8 مواد مثلا. لا، ده هي يعني سنة دراسية يعني خفيفة شوية، مش صعبة قوي، كأنها بتعرفك كده عن هتعمل ايه بعد كده في الماستر، او ايه هي الحاجات اللي انت هتحتاجها بعد كده في الماستر. طيب بالنسبة لقسم بايوفيزيكس زي ما قلنا في فيزيكس قبل كده، هنقول بقى في بايوفيزيكس عندك تخصصين. التخصص الأولاني هو موليكولار بايوفيزيكس، التخصص الثاني هو ميديكال بايوفيزيكس. بالنسبة لتخصص الموليكولار بايوفيزيكس أول مادة بتدرسها هي بايو ماثماتكس، تاني مادة بتدرسها هي تكنولوجي اوف كوميونيكيشن اند كنترول، تالت مادة هي دراج كاريرز، ورابع مادة هي موليكولار بايوفيزيكس. ده كده بالنسبة للأربع مواد الترم الأول، ودول 4 إجباري ما بتختارش منهم حاجة. بالنسبة بقى للأربع مواد بتوع الترم التاني، أول مادة تدرسها هي بايو ماثماتكس 2، بايو انرجيتكس، وكمان مادة ميمبرين اند سيل بيولوجي، ومagnetic properties of biomaterial. كده دول الأربع مواد اللي أنت بتدرسهم في الترم التاني. نخش بقى على قسم الميديكال. قسم الميديكال بتدرس فيه بايوماثماتكس 1 برضو، وبتدرس فيه موليكولار بايوفيزيكس، والمادتين التانيين بيكونوا بايوفيزيكس اوف ايونايزنج راديشن ايميجينج، وبتدرس بايوفيزيكس اوف ايونايزنج راديشن ديزومتري. دول كده المادتين اللي انت بتدرسهم. بالنسبه بقى لمواد الترم الثاني بتدرس بايوماثماتكس 2، وبتدرس كمان ميمبرين اند سيل بيولوجي، وبعدين من 3 مواد بتختار مادتين. ال3 مواد هما تكنولوجي اوف نون ايونايزنج راديشن ديزومتري، تاني ماده هي راديو بيولوجي، وتالت ماده هي ميديكال راديشن بروتكشن. ندخل بقى بعد كده على ميعاد التقديم. ميعاد التقديم بيكون مع طلبة البكالوريوس. طيب بالنسبة بقى ايه الأوراق بتاعة التقديم اللي انت بتحتاجها؟ أوراق التقديم بتاعتك أهم حاجة معاك شهادة التخرج بتاعتك، معاك بيان درجات، معاك شهادة الميلاد، معاك شهادة الجيش سواء انت كنت في الجيش او لسه مش في الجيش، ساعتها هتجيب اقرار بقى ان انت في الجيش دلوقتي وبتدرس. وبرضو عايزين منك اقرار من جهة العمل ان انت تدرس هناك، وصورة البطاقة، واربع صور 4 في 6. دي كل الطلبات اللي انت محتاجها. طب بالنسبة للمصاريف، المصاريف بتكون 6000 جنيه في السنة ديت. بتكون تدفع جزء الترم الاول وجزء الترم التاني، يعني مش لازم تدفعهم كلهم على بعض. في بقى حاجة كمان عايز اضيفها مهمة جدا جدا جدا. انت لو مش جامعة القاهرة وجامعة تانية فبتروح ببيان الدرجات بتاعك. هناك الدكاترة المتخصصين بيشوفوا المواد اللي انت درستها في البكالوريوس ديت تمام ولا محتاج تدرس شوية مواد من عندنا. طب لو محتاج تدرس شوية مواد من عندنا، يعني مثلا زي جامعة حلوان بيضيف مادتين عليه ترم اول ومادتين ترم تاني بياخدهم مع طلبة البكالوريوس. طب لو انت اتضاف عليك مواد ساعتها هتدفع على كل مادة 500 جنيه. وده كده باختصار كل حاجة، ولو في اي حاجة محتاجينها ممكن تكتبوها لي في الكومنتس. وبس كده، وهتدعمني جدا لو عملت سبسكرايب للقناة ولايك لو الفيديو عجبكم. وبس كده، سلام عليكم.